حبي نفسك. ده الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الثقة بالنفس وازاي تكون نفسيتك من حديد. ده الجزء التاني من الفيديو اللي فات. سؤال بسيط، انا عايزة اسألك انتي حاسة بايه ناحية نفسك؟ ممكن تجاوبي بسرعة وممكن الإجابة تاخد منك لحظة تفكير. جاوبي على السؤال على مهلك جدا. عايزة أقولك إن كتير مننا بيقسي قوي على نفسه من غير ما يحس، وبيقعد يجلد في نفسه على أخطاء بسيطة جدا. وناس كتير بتجري ورا الكمال، مع ان الكمال اصلا مش موجود، الكمال لله وحده. النهاردة عايزاكي تسيبي كل الافكار دي على جنب وتتعاملي مع نفسك كأنك بتقابلي صاحبك القديم او صاحبتك القديمة، شخص بتحبيه وبتقدريه من غير شروط. يعني انا بحب نفسي من غير اي شروط، يعني مش عشان عملت الحاجة دي انا حبيت نفسي، ولا علشان خاطر انا حققت الهدف ده انا حبيت نفسي، لا، انا بحب نفسي عشان نفسي، مش من غير اي شرط، من غير اي حاجة. أنا عايزاكي تكوني أقرب وأحن على نفسك. إنك تحبي نفسك ده مش رفاهية ولا دلع، ده حاجة ضرورية جدا. المشكلة إن المفهوم ده أصلا بيتفهم غلط، وإنك عشان تحبي نفسك ده أنانية كده، وإنك أنتي بتحبي نفسك وده أنت بتعملي كده زي الشيطان والكلام ده اللي هو بيقول أنا وبحب نفسي والكلام ده. لا طبعا، ناس كتير بتخاف أصلا تهتم بنفسها وتحب نفسها علشان ما يتقالش عليها أنت شخص أناني. لأنك أصلا لو ما حبيتيش نفسك هتدوري على الحب ده بره، هتدوري على التقدير ده من بره، والدوامة بقى بتلف معاكي وبتستنزفي طاقتك، وانك انتي مش عايشة في سلام نفسي، مستنية ده يقولك انا بحبك، ومستنية ده يقدرك، ومستنية ده مش عارفة يقولك ايه. كوبايتك فاضية، نفسيتك الداخلية فاضية، انتي مش مشبعة نفسك. انا شخص بحب نفسي وبقدرها وعارفة قيمتها، وقلنا كل ده بيولد عندك الثقة، بيولد عندك الثقة بالنفس. اعترفي وقولي لنفسك انك تستاهلي انك تكوني مبسوطة، وانك تكوني فرحانة وسعيدة، وانك اي حاجة نفسك فيها حتى لو كانت ايه تعمليها عادي لنفسك، فاهمة ازاي؟ بس يكون في مقدار امكانياتك. يعني هديكي كده تمرين صغير خالص، اسألي نفسك انا نفسي في ايه دلوقتي اقدر اعمله في اللحظة اللي انا فيها. لو كان نفسك في حاجة تقدري تعمليها، مشروب او حاجة، قومي اعمليها وفرحي نفسك دلوقتي. لو في امكانياتك عالية ممكن تشتري لنفسك حاجة انت عايزاها او ناقصاكي، فانت اسألي نفسك ايه اللي ممكن اعمله يفرحني دلوقتي، يعني في امكانياتي ان اعمله في الوقت الحالي. جربي الحتة دي. كلنا طبعا بيجي علينا وقت كده بنقعد نتكلم نفسنا، يعني بيكون في حديث كده داخلي شغال جوانا، فإما الحديث ده شغال بشكل إيجابي أو سلبي. شوفي انتي طول اليوم الحديث ده شغال في أنهي جهة من الاتنين، لأن بناء عليه بيترتب عندك حاجات كتيرة جدا. لو على طول الصوت الداخلي ده بتقولي لنفسك انتي فاشلة، انتي مش نافعة في حاجة، انتي كل حاجة بتبوظيها، انت حتى مش نافعة تعملي اكل، ولا تعملي مثلا مشروع، ولا تكسبي حاجة، ده الحديث الداخلي، ده في الجهة السلبية. لكن انت لو في الصوت الايجابي بقى اكيد بتقولي لنفسك كلام مختلف ايجابي، لا انت ان شاء الله هنقدر، هنحققها، هنجيبها، برافو عليك انك عرفتي تتصرفي في الموقف الفلاني، لا كويس انك انت جبتيها. فاهمة ازاي؟ فانت لو حديثك الداخلي او صوتك الداخلي شغال في الناحية الايجابية، عايزة اقولك ان ده بيفرق جدا في طاقتك، بتبقى طاقتك ايجابية وطاقة عالية، والحاجة دي بتظهر في تصرفاتك الخارجية مع اللي حواليك ومع نفسك. علشان كده بقولك حبي نفسك وقدريها وشبعيها، وما تستنيش الحب ده يجيلك من بره. ركزي على الإنجازات اليومية البسيطة اللي بتعمليها، الحاجات البسيطة دي تستاهل منك احتفال برضو. احتفلي بأي حاجة، أي حاجة كانت بسيطة احتفلي بها مع نفسك. حتى لو فشلتي في حاجة اتعلمي من الفشل ده، اتعلمي من التجربة السيئة دي، خدي منها الكويس عشان ما تكررهاش تاني. شوفي التجربة كدرس، اتعلمتي منه ايه، حتى لو كانت التجربة حلوة برضو خديها كدرس. ده هيخليكي شخص أقوى، وشخص كده ثابت، فاهمة ازاي؟ مش مهزوز. وعايزة أقولك برضو في عادة صغيرة عايزاكي تدايمي عليها، وهي عادة الشكر. اشكري ربنا على كل التفاصيل البسيطة اللي حصلت في يومك النهاردة. أي حاجة، أي حاجة مهما كانت بسيطة اشكري ربنا عليها. وطبعا مش عايزة أقولك إنك لما تشكري ربنا عليها هي هتزيد ازاي، ده وعد من ربنا مش كلامي، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولو انت شخص زي ما قلتلك الصوت الداخلي بتاعك حاجات كلها سلبية وأفكار سلبية، حاولي تتعاملي مع الفكرة السلبية دي ان هي عبارة عن ضيف. خلاص الجملة اتقالت في دماغك وخلاص، ما تتفعليش معاها وتتخانقي وتتضايقي، هي هتاخد وقتها وهتمشي لوحدها، ما تتفعليش معاها كأنها مش موجودة. فاهمة ازاي؟
يعني مثلا لو قلت ان انا ما نفعتش في الحاجة الفلانية، اسألي نفسك هو ده حقيقي ولا هي جملة اتقالت كده وهتمشي، مش اثبات يعني، فاهمة ازاي؟ وحطي حدود لنفسك، يعني خلي في حدود صحية كده في التعامل مع اللي حواليكي وفي تعامل اللي حواليكي ليكي، عارفة ازاي؟ لان الحدود دي هي شكل من اشكال حبك لنفسك، انك مش عايزة حد يستنزف طاقتك ولا يضايقك ولا يستفزك ولا فاهمة ازاي؟ فانتي حطي حدود، خلي في حدود صحية بينك وبين الناس. اقعدي مع نفسك كده قعدة تأملية، شوفي افكارك، شوفي مشاعرك، اكتبي كده على ورقة انت محتاجة ايه دلوقتي ومحتاجة تعملي ايه بجد. اهتم بنفسك، دي اشكال من اشكال حب النفس. اهتم بنفسك بعقلك، غذيه بالمعلومات وبالقراءة، غذيه بحاجة هو محتاجها، حتى لو كانت الحاجة دي انك تنامي كويس، كلي كويس، اتحركي، اعملي حاجات بسيطة، فاهمة ازاي؟ اعملي حاجات بسيطة تبين انك انت بتحبي نفسك، بس بجد، مش انك تتظاهري بكده، فاهمة ازاي؟ يعني صاحبي نفسك، يعني كده تخيلي انك واقفة قدام المراية وبتبصي لنفسك كده، تقولي الله، قد ايه انا جميلة وربنا مكرمني وبخلقني في احسن واجمل صورة، شكرا يا رب على شعري وعلى بشرتي وعلى جسمي وعلى كل ما املك، اللهم لك الحمد ولك الشكر. بتشكري على اللي بره وعلى اللي جوه وعلى مشاعرك الهادية وعلى سلامك النفسي وعلى هدوء اعصابك. اشكري ربنا علشان الحاجة تزيد. الشكر عبارة عن انك بتمسكي كده المية بتسقي الزرعة، فكل مع الوقت بتكبر تكبر تكبر وتزيد وبتاخدي منها يعني ايه، الضعف، تاخدي نتيجة الضعف. ادخلي رحلة مع نفسك كده، اكتشاف حبك لنفسك، وهتلاقيها رحلة جميلة كلها شغف كده واكتشافات، هتفرحي جدا. قبل ما نختم عايزاكي كده تعملي نوت صغير أو كشكول أو حاجة وسميه ده دفتر حب لنفسي، وكل يوم مثلا حتى أول ما تصحي أو قبل ما تنامي اكتبي حاجة بتحبيها في نفسك، أو لحظة كده حسيتي بيها بالفخر، أو لحظة كده حسيتي بيها بالسعادة والفرح، فاهمة ازاي؟ وعايزاكي تكتبي الجملة بتاعت أنا أستحق من الحاجة أجمل وأرقى حاجة. بس يا ستي دي حاجات بسيطة هتخليكي تحبي نفسك أكتر وتتبسطي منها أكتر. جربي وطبقي وإن شاء الله بإذن الله هتكوني في أحسن حالاتك. اخبطي لايك ويلا روحي اشتركي في قناة التليجرام، هسيبها لك في الوصف، ومع السلامة.